هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ تعالوا نعمل النهارده مع بعض عيش الفوكاتشا او خبز الفوكاتشا. هو بيتكلم عن نفسه وجماله وطريانه وريحته وطعمه حاجه كده جميله جدا. خبز الفوكاتشا ده يا جماعه خبز ايطالي، بيتعمل بالاعشاب. عايزه بقى بتعملي ساندوتش كده، تاكليه لوحده كده جنب كوبايه شاي، اللي انت عايزاه. بس هو طعمه لوحده اصلا حكايه، وبالجبنه حكايه 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 الصراحه. هنا بقى عايزة تحطي جبنة اسطنبولي، جبنة فيتا، لانشون رومي، اللي انت عايزاه. حطيت شوية جبنة اسطنبولي كده مع عودين 3 جرجير او كابوتشي، ودوقي بقى واستمتعي بالطعم الجميل بتاع الخبز. تحفة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، عايزة تضعفي ضعف الكمية، ومعلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة، وزيت زيتون وملح وشوية مية دافية للعجن. زيت الزيتون مهم جدا في الوصفة دي. تمام. واي اعشاب عندك بقى، زعتر، روزميري، اي حاجة من الحاجات دي. هنا هحط الخميرة والسكر مع بعض، وهحط نص كوباية مية دافية. انا ممكن احتاج مية تاني، بس عشان كمية المية ما تزيدش وارجع ازود دقيق. خلاص قلبت الخميرة والسكر مع بعض وهسيبهم لمدة 10 دقايق. خلاص شايفين بقى الخميرة كده عملت فقاقيع كده، دي كويسة كده وشغالة. هحط بقى رشة ملح مع الدقيق، وهبدأ بقى أعجن كويس. احتاجت نص مية تاني، نص كوباية مية تاني. هعجن كويس وانا عايزاها تلزق كده. اسيبها تخمر لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة هفتح عليها رشتين زيت زيتون، وهقلب. شايفين بقلب ازاي؟ من تحت لفوق، مش عايزه اخرج الهواء اللي في العجينه. وامط بقى كده في العجينه واقلب، امط في العجينه واقلب. شايفين انا بعمل ازاي؟ بالظبط زي ما انا ما بعمل كده. وتغطوها وتسيبوها تخمر نص ساعه تاني. فتحت عليها تاني وعملت نفس اللي عملته. هبل ايدي ميه بقى عشان ما احط زيت زيتون تاني. هبل ايدي وامط في العجينه واقلب، امط في العجينه واقلب. عملت الحركه دي لمده 4 مرات، واسيبها تخمر وارجع لها، اسيبها تخمر وارجع لها. دي خلاص بقى كده. كده الدنيا تمام قوي. هحطها بقى في الصينية بتاعتي او في البايركس. هحط بس شوية زيت زيتون، وهنزل بقى بالعجينة كده، وهفردها بقى في الصينية بتاعتي اهو، زي ما انتوا شايفين. وهحاول اغطيها واسيبها تاني لمدة نص ساعة. شايفين الفقاقيع دي كده نجاح الخبز بتاع الفوكاتش. كده خلاص العجينة بقت حلوة جدا. هحط بقى شوية زيت زيتون كده من على الوش، اتوصى شوية. شايفين بقى انا بعمل ايه في العجينة؟ انا كده ايه، بريحها كده ودلعيها شوية كده من غير ما اخرج منها الهواء. عندك بقى زي ما قلتلك اي اعشاب جافة، روزماري، زعتر. هي اساس الوصفة روزماري، انا ما كانش عندي روزماري. حطيت بقى كده شرايح زيتون وشرايح طماطم، وتحط فيها زيتون برضو. وحطيت شوية زعتر ناشف اهو. شايفين بيخلي بقى ريحتها وطعمها تحفة. وشوية ملح كده من فوق الوش عشان ما يبقاش طعمه عامل. وشوية زيت زيتون تاني. هدخلها بقى على الفرن. انا كده حطيتها عندي في الفرن الكهربائي. خدت معايا بالظبط نص ساعة. لو في الفرن العادي بتاعك على درجة حرارة 170 هتاخد معاكي نص ساعة. دي خلاص بعد ما خرجت اهو. اديتها طبعا وش من فوق، وريحته فظيعة. وريحة اصلا العيش قلبت البيت كله الصراحة من جماله. هغطيها بس كده وهي سخنة عشان يبقى طري وحلو. وهقطعه معاكم اهو. اوريهولكوا بقى من جوه قد ايه هش اهو. شايفينه بقى؟ تحفة. ده جنب كوباية شاي الصبح كده فطار، حاجة جميلة جدا اهو. وجربوه جربوه جربوه، وان شاء الله هيعجبكم. وبألف هنا وشفا. لايك وشير. باي باي.